بصراحة كده بقالي فترة كبيرة عايزة تجيب هاب اقدر اوصله على الموبايل عندي عشان اقدر اوصل حاجات كتيرة على نفس الموبايل. لكن لما دخلت ادور لقيت انواع كتيرة جدا ومنها حاجات غالية، وفعلا معظم الانواع دي بتكون غالية جدا. اللي بيميز الهب ده يا جماعة ان هو بيجي بمنفذ هنا تايب سي، يعني تقدر توصله عندك على الموبايل او التابلت او الكمبيوتر او اي جهاز بيدعم التايب سي الاو تي جي. لو جينا بصينا كده على اهم المداخل بتاعته، اول مدخل معانا هنا هو ده الار جي الخاص بالانترنت. وهنا عندنا منفذين تايب سي. اول منفذ ده بيدعم الباور ديليفري لحد 87 واط، يعني تقدر توصل بيه الشاحن على طول وتشحن من خلاله هنا الموبايل او التابلت او الكمبيوتر. منفذ ثاني تايب سي ده الخاص بنقل الداتا. وعندنا هنا الاتش دي، يعني تقدر تشيل كابل الاتش دي ام اي بتاع التلفزيون مثلا وتوصله على طول هنا، وتقدر تستعرض الموبايل بتاعك على شاشة التلفزيون، بس لازم تتأكد ان الموبايل بتاعك بيدعم الاو تي جي. بعد كده هيظهر هنا معانا منفذ اليو اس بي اي عشان لو حبيت توصل فلاشة هارد خارجي او كيبورد او ماوس. وبعد كده هنا برضو اليو اس بي 2 برضو عشان تستخدم معاه الفلاش او الميموري او الهارد او ماوس والكيبورد والكلام ده كله برضو. وهنا معانا منفذين للميموري كارد سواء الكبير او الصغير اللي هو المايكرو. خامته من الالومنيوم هنا وحجمه ممتاز جدا، ولو عايزين تشتروه فانا سايب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. من اكبر المشاكل اللي كانت بتقابلني وانا بوصل الموبايل بالشاشه من خلال الكابل، فطبعا هتلاقي هنا ان البطاريه بتاعته قربت تخلص. هنا في ميزه حلوه جدا زي ما شايفين، الموبايل بيشحن وفي نفس الوقت موصله بالشاشه. ده كله بفضل طبعا الهب دوت موصله بكابل التلفزيون ومع الشاحن في نفس الوقت.